في ظلم تحكيمي باين النهارده. ولا ظلم ولا اي حاجه. الكره ما الفار رجع الحكم اللعبه من نص الملعب، فاول باين قوي دايس على محمد رجل، صلاح ملوش فاول. ولا فاول ولا حاجه. هي الكره وهو وقع وايران اتظلمت في الجون اللي جابته واتحسب تسلل بس هي وتعمدوا تسلل. يخرجوا ايران. انت تخيل انت فرقه مثلا فاضل لها 10 دقائق وتكسب الارجنتين ومش عارف يحافظ. حسام حسن واقف بيزعق وبيشخط وبينطر بيدرب هنا في نادي ناصر. لا الكره مش كده. المدرب بتاع الارجنتين مغلوب 2-0 وواقف ما اتحركش من مكانه. حسام يشكر لغايه كده وعمل مجد لنفسه ما حدش عمله، انما هو ما عملش مجد للكره المصريه في حاجه. الاكذوبه اللي هو حب يعمل منه. حمزه عبد الكريم ده بيلعب في اكاديميه هناك، انت خليتوه بيلعب جنب لامين جمال. هو حمزه عبد الكريم بيلعب في برشلونه بجد؟ انتوا بتحاولوا تقنعوا الناس ان هو بيلعب في برشلونه. برشلونه هي كانت. بس انا وجهه نظري ان الاتحاد الدولي بيعاقب حسام حسن على التصريحات اللي قالها. ولا بيعرفوا في الكوره مالهاش دعوه باللي انتوا بتحكوه ده يا جماعه. يوم النهارده صعب على الكره المصريه. والله هو مش يوم صعب ولا حاجه، يعني الناس بس عاشت في كذبه وحسام حسن عايش الناس في وهم. انت تخيل انت فرقه مثلا فاضل لها 10 دقائق وتكسب الارجنتين ومش عارف يحافظ. ده مدرب لازم يبقى في حاجه اسمها في ثقافه تدريب. حسام حسن واقف بيزعق وبيشخط وبينطر بيدرب هنا في نادي ناصر. لا الكوره مش كده. المدير الفني بيدي انعكاس للعيبه. من وجهه نظرك يعني لو هو خسران 2-0 ودخل فيه 3 اجوان ده ما يبقاش مدرب يعني؟ مش موضوع ما يبقاش مدرب، هو محتاج ان هو يتثقف. اصل الكوره مش ان انا اقف وازعق واشتم واعمل لا الكوره مش كده. المدرب بتاع الارجنتين مغلوب 2-0 وواقف ما اتحركش من مكانه. طب ولما باريس كانت كسبانه برشلونه وحصلت اعظم رومنتادا في التاريخ، لا انت كان مثلا لا انت ايه المقارنه دي؟ انت هتقارن لعيبه باريس ولاعيبه بايرن ميونخ ولاعيبه برشلونه لا يا كابتن. احنا كنا بنلعب اللعيبة النهارده اعظم لعيب في العالم. ماشي، ما انت اتغلبت في 5 دقايق. ما هو دي امكانياتك بقى. عملت ماتش. ولا ماتش ولا حاجه. انت عملت ايه؟ انت لو انت عملت ماتش حافظ على المكسب. كابتن انت عامل بطوله عالميه، انت ما كناش بنعرف مش نعدي دور المجموعات، كناش بنعمل حاجه اصلا. يا كابتن فريسكا ارجع لاول حاجه تصفيات افريقيا او تصفيات كاس عالم. حسام حسن لو نام وحلم يلاعب الفرقه دي مش هيجي له في الحلم. انت في افريقيا من تصفيات كاس العالم انت ما لعبتش حد، ودخلت كاس العالم لعبت مين؟ نيوزيلندا حاجه و80، ولعبت بلجيكا دي فرقه كده في الهوا برضه ما فيش حاجه. انت ما بلجيكا لعبتش في حد. الهوا؟ فرقه ايه بلجيكا عملت ايه؟ ده بلجيكا مرشحه تاخد البطوله كده. بطوله ايه؟ امال فرنسا فين وانجلترا فين والارجنتين فين؟ في ظلم تحكيمي باين النهارده. ولا ظلم ولا اي حاجه. الكره ما الفار رجع الحكم اللعبه من نص الملعب، فاول باين قوي دايس على محمد رجل، صلاح ملوش فاول. ولا فاول ولا حاجه. هي الكره وهو وقع. محمد صلاح بص للكره كويس. هو اتفرجوا الكره على ماتش غير اللي احنا لا اتفرجنا هو عليه. رجليه كعبلت وقع يا يا كابتن. كابتن قسما بالله فاول على محمد صلاح. لا فاول لمحمد صلاح. اه كلمه الحق طلعت. لا والله هو وقع شكل قسما وقع. يا كابتن والله. يا كابتن فريسكا دي مش مبرر للهزيمه. بص انت يا راجل فاضل لك 10 دقايق كابتن- وتكسب. كابتن مع احترامي لوجهه نظرك وليك الحق ان انت تقول اي حاجه على حسام حسن، بس انا وجهه نظري ان الاتحاد الدولي بيعاقب حسام حسن على التصريحات اللي قالها. ولا بيعاقبوا في ايه؟ الكوره مالهاش دعوه باللي انتوا بتحكوه ده يا جماعه. ازاي يا كابتن؟ لا ازاي ده رئيس ده رئيس الاتحاد، انت ده رئيس الاتحاد الدولي. ترامب كلمه وقال له شيل الكارت احمر، جميل راح قوي. شاله. شال الكارت شال يعني الكوره هي موضوع جميل قوي. برضه. شال لعيب لعب زي ما انت بتقول كده. الفرقه شالت 4. هو اللعيب ده اصل هو مش ميسي عشان يلغي ايقافه ويلعب. ما امريكا اتغلبت 4. ايه يا المشكله؟ كابتن، ما انا بقول لك اهو، ما تقوليش اصل هم مش هيعاقبوا حسام لا حسن ولا في دماغهم. لا في دماغهم طبعا. هيعاقبوه في ايه ده طيب؟ بيلعب في امريكا يا كابتن. هو ما حافظش ده بيهاجم الامريكان ذات نفسه. يا كابتن فريسكا. دي ثقافه تدريب وثقافه لعيبه وثقافه ملعب. لا انت بقى تجيب مدرب عالمي عنده فكر، انما الموضوع مش الحماس اللي فيه. حسام يشكر لغايه كده وعمل مجد لنفسه ما حدش عمله، انما هو ما عملش مجد للكره المصريه في حاجه. بالله عليك ما عملش لان حاجه انت للكرة ما المصرية؟ لعبتش حد يا كابتن. يعني انت ايه؟ انت ما لعبتش حد. انت لعبت نيوزيلندا لعبت ولعبت بلجيكا مين؟ الاول اللي آه. هي بتلعب دور 8 دلوقتي من ضمن كده. طب ما انت لعبت ايران وايران اتظلمت في الجون اللي جابته واتحسب تسلل بس هي وتعمدوا تسلل. يخرجوا ايران وما كانش فيها تسلل، وكنت انت زمانك تبقى بره. ده انا مش بره، انا كنت كنت هتبقى صاعد. ثالث. هتلاعب مين؟ ايا كان بقى انا كنت صاعد ثالث احسن توالد. كابتن الكوره علم. المغرب ارجع للمغرب وشوف سيستم المغرب. ناس واخده كاس عالم ناشئين. الفرقه بتاعت الناشئين دي هي اللي طلعت. جابوا المدرب رغم ان الراجل ده كان انا تالت. انا متفائل ان احنا كسرنا حاجز الخوف وحاجز دور المجموعات
ان انت عديت المجموعات كابتن في الريسك احنا مش في السينما كسر حاجز الخوف وشيء من الخوف، دي كوره علم اساس تدريب في اللعيبه. انت لعيبتك هنجت كلها مفيش لياقه. اللعيبه لازم يبقى فيه اسس علميه للعيب كوره. وانت اللعيب ان هو صلاح بيدي ليه لغايه دلوقتي؟ لان صلاح اتمرن بره واتدرب بره. هو جاب واحد اسمه حمزه عبد الكريم الاكذوبه اللي هو حب يعمل منه. حمزه عبد الكريم ده بيلعب في اكاديميه هناك، انت خليتوه بيلعب جنب لامين جمال. هو حمزه عبد الكريم بيلعب في برشلونه بجد؟ انتوا بتحاولوا تقنعوا الناس ان هو بيلعب في برشلونه. برشلونه يا كابتن. كابتن ما برشلونه فعل عقد شراء حمزه عبد الكريم. يا بيه ده بيلعب في اكاديميه هناك زي اللي عاملها حمدي كبريت والناس اللي هنا دول. كابتن والله العظيم اقسم بالله والله بعيد عن الكوره انا بشفق عليكم بجد والله. هتطلع حمدي